طيب انا النهارده بقى قررت ان انا مش هتكلم نظري خلاص، انا هعمل تجربه حيه وفعليه وواقعيه عن المنتج اللي في ايديا ده، العبوه الصغنونه دي. ده منتج ال 20 بي اس من ريزويل. المنتج ده ريزويل بتقول انه يقدر يضيع صوت الخشانه او الزنه اللي بتطلع من طلمبه الباور، كمان يقدر يحافظ على دوره الباور بالكامل بما فيها الاسكاتره وطلمبه الباور او الخلاطه بتاعه الباور. فانا قررت ان انا اجرب على عربيه فيها مشكله. بالمناسبة خلاط الباور ده تالت خلاط باور يركب في العربية دي ويعمل زنة، وهسمعك دلوقتي برضو صوت الزنة علشان تبقى انت معايا في الصورة. وزي ما قلت لك انا هجرب معاك بتجربة فعلية وواقعية. هنسيب بقى المنتج ده هنا وهنروح ندور العربية. كده دورنا العربية، نرجع تاني بقى على المحرك ونحط بقى الايه المايك ده علشان بس اسمعك صوت الايه خلاط الباور. اسمع بقى الصوت معايا. ونجيب ال 20 بي اس نفتحه. تمام، العبوه اهي مقفوله. تمام كده احنا فتحنا الايه العبوه اهي معانا. هنسيبها هنا وهنفتح القربه بتاعه الباور وهنعمل فيها ايه اضافه. اهو حطينا العبوه كلها. طيب كده العبوه ايه خلاص اهي خلصت. هنرجع بقى ايه نقفل الغطا اهو. هنرجع بقى تاني دلوقتي نلف الطاره بتاعت العربيه ونشوف هل في فرق في الصوت بعد ما حطينا ال 20 بي اس ولا الموضوع زي ما هو. المايك اهو هنسيبه هنا. متهيألي انت سامع فرق رهيب بعد ما حطينا ال 20 بي اس في خلاط الباور. وارجع انت بقى تاني لبدايه الفيديو، شوف صوت خلاط الباور واحنا بنلف الطاره جوه كان عامل ازاي، وشوف بعد ما حطينا ال 20 بي اس الصوت بقى عامل ازاي. انت مش متخيل الفرق عامل ازاي، او يمكن انت متخيل، انت سمعت بنفسك الفرق في صوت خلاط الباور كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. على فكره انا اول مره اتكلم عن المنتج ده، لكن لما قررت ان انا اتكلم عنه قررت ان انا اعمل تجربه فعليه وحيه للمنتج قدام حضراتكم بدون اي مونتاج وبدون اي تقطيع. بس على كده اتمنى ما اكونش طولت عليكم. اشوفكم دايما بكل خير. سلام عليكم.